ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي حلقه توقعات الدوري الانجليزي. من كام يوم توقعنا التوب 6 في الدوري الايطالي، ولكن في الدوري الانجليزي بقى هنكبر الموضوع اكتر واكتر. هتوقع ال 20 فرقه كلهم هيخلصوا في الترتيب الكام، وفي اخر الفيديو هقول لك توقعي للاعب الموسم، هداف الموسم، اكتر لاعب هيجيب اسيستات، ومدرب الموسم. يا رب ما اكونش نسيت حاجه تانية. فلو انت متحمس للحلقات دي ما تنساش دلوقتي حالا تنزل تعمل لايك وتقولي توقعاتك لترتيب الدوري السنه دي. حابب كمان افكرك ان احنا النهارده في اليوم ال 37 في تحدي ال 100 يوم، التحدي اللي بكل بساطه فيه كل يوم بننزل فيديو على اليوتيوب من افكار مختلفه، والنهارده اليوم 37 ماشيين بشكل كويس جدا جدا جدا. فحابب اشكركم الاول على الدعم، وان شاء الله كده تكملوا في دعمكم وانا كمان اكمل في السلسله ونعمل شغل عالي قوي 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 الفتره اللي جايه. طيب تعالوا بقى ندخل على الترتيب. وانا بتكلم في ترتيب الفرق لازم تخلي في بالك حاجه مهمه جدا. لما اتكلم على لعيب ان هو هيخلص في المركز الفلاني، ده احساس، توقع، مش امنيه على الاطلاق. الا لو قلت لك ان انا نفسي مثلا الفريق ده يهبط، يعني ده ساعتها كلام تاني. بس في العموم الفرق اللي انا حاططها دي مجرد احساس، مجرد توقع بيجي لي وانا بتكلم معاكم. في حاجات كتيره جدا هيبقى ليها اسباب انا ليه حاسس كده، ولكن ممكن برضو اجي اقول لك ما عنديش سبب معين، بس انا حاسس ان الفرقه دي هتخلص في المركز الفلاني. ففكره الحلقه دي مش انت تاخدها بجد قوي، هي هزار. احنا ممكن نيجي على اخر الموسم زي ما سري بيعمل مثلا، انا بحب الحلقات دي قوي، ويبص على التوقعات بتاعته في اول الموسم نشوف جبنا كام توقع صح وكام توقع غلط. وتعالوا بقى ندخل في الترتيب. في المركز ال20 هو إبسويتش تاون. انا بشوف يا جماعه ان الفرق دلوقتي ما بين الشامبيونشيب والبريمير ليج كبير جدا، عشان كده احيانا كتير مؤخرا بقينا نشوف فرق بتتالق في الشامبيونشيب، لكن اول ما تطلع البريمير ليج بتبقى مخيبه جدا للامال، بالذات في اخر موسمين ممكن نقول. فعشان كده رغم ان إبسويتش تاون عمل شامبيونشيب بطوله محترمه نوعا ما، لكن ما دعموش قوي بصفقات. معظم الانديه دلوقتي بقى عندها ازمات اقتصاديه. يمكن ابرز لعيب جابوه كان بان جونسون الرايت باك، لكن غير كده معظم الفلوس اللي بتجيلهم بيصرفوها على تطوير الملعب بتاعهم عشان يبقى على الستاندرد بتاع البريمير ليج. إبسويتش تاون اعتقد الجاب ما بينه وما بين فرق البريمير ليج كبير جدا، وبنسبه كبيره شايف ان هو هيكون الاخير في الدوري السنه دي. في المركز 19 بقى بورنموث، كفايه عليهم قوي كده بريمير ليج، بالذات كمان بعد ما باعوا سولانكي، وفكره ان هم عايزين يجيبوا سترايكر، ولكن خلاص الدوري هيبدا ومش عارفين هيجيبوا مين، ومش عايزين يصرفوا فلوس قوي عشان هم محتاجين جزء كبير من الفلوس دي. وفي نفس الوقت برضه بقيه الفريق عمره ما كان جامد قوي يعني. فانا شخصيا بتوقع ان الفريق هيهبط السنه دي وهيخلص في المركز 19. في المركز 18 بقى هو ليستر سيتي. عشان تبقى فاهم بس، انا ليستة الفرق انا حاططها من اول البري سيزون، وكل شويه عمال ابدل زي فرقتي في الفانتسي كده، لا ده هيخلص في المركز تحت ده، لا ده هيخلص فوق ده، وهكذا. مفيش مره من المرات غير مثلا يوم قبل ما اصور الحلقه دي كتبت عندي ان ليستر هيهبط. اللي خلاني اغير رايي واحط ان ليستر هيهبط هو فكره ان دلوقتي بيتقال بشكل قوي جدا واضح ان ليستر سيتي هيتخصم منه نقط بسبب الفاينانشال فير بلاي. فاللي حصل من سنتين لما ليستر سيتي هبط فعلا، او اكشلي من سنه يعني، ما سلمش الكتب او الدفاتر بتاعته للبريمير ليج، لان هو قال خلاص انا نزلت للتشامبيونشيب وشايف ان انا مش مضطر ان انا ابعت الكتب بتاعتي للبريمير ليج. بس البريمير ليج بقى قال لك ان احنا هنعاقب ليستر سيتي، وليستر سيتي رفع قضيه على البريمير ليج، وحوار كبير كده انا حتى مش فاهمه قوي. بس الخلاصه يعني بتاعت الموضوع ده ان بيقولوا ان البريمير ليج كفته اعلى، وان بنسبه كبيره جدا ليستر سيتي هيتخصم منه نقط كتير، مش مجرد 6 نقط زي ايفرتون السنه اللي فاتت، ممكن الموضوع يوصل ل 15 نقطه. فهل ليستر في مرحله انا شايف ان هو رغم الخصم الكبير ده المتوقع برضه هيفضل في الدوري؟ اشوف لو الخصم ده ما حصلش برضه حاسس ان هم ممكن يخلصوا مركز 16 15 بالكتير قوي، بس انا همشي بتوقع ان هم يهبطوا. في المركز 17 بقى الفريق اللي انا كنت بقول ان هو هيهبط لولا ان انا نزلت ليستر سيتي مكانه، وهو ساوثهامبتون. برضه لسه طالع جديد من الشامبيونشيب، قلت لكم برضه ان انا مش متوقع ان الفرق اللي طالعه من الشامبيونشيب هتتالق في البريمير ليج. وساوثهامبتون جابوا بريرتون دياز، ده لعيب كويس طبعا، لكن اوفر اول انا مش حاسس ان هم فريق يقدروا ان هم يفضلوا في البريمير ليج. ما عنديش كلام تاني اقوله عليهم، بس مجرد احساس ان هم لو ليستر سيتي ما هبطش هم هيهبطوا مكانه. في المركز 16 هو برنتفورد. برنتفورد عاده بقاله كام سنه بيقدم كامبينز في البريمير ليج كويسه نوعا ما، عنده لعيبه كويسه كتير. ريكو هنري مثلا السنه اللي فاتت كان مصاب بشكل كبير جدا، ولكن رجع السنه دي. انتوا كلكم عارفين رايي في ريكو هنري، انا بحس الناس مدين له ريتنج اعلى من اللي هو يستحقه بصراحه. بس على العموم يعني انا بتوقع ان هم ولا يهبطوا، بس في نفس الوقت برضو مش هيبقوا مرتاحين قوي، هيخلصوا في مركز 16. كمان ايفان توني بنسبه كبيره جدا ماشي. هتقول لي يا عمر ما هو ما لعبش السنه اللي فاتت وكانوا تمام من غيره، اقول لك بس بدايتهم في الدوري بدايه صعبه، ماتشات تقيله، فلو فعلا خسروا ماتشات كتير ممكن يتعفرطوا كده، ممكن يلاقوا نفسهم ان هم مزنوقين. مش عارف، احساسي الشخصي ان هم مش هيطلعوا فوق ال 15 ل 14 مثلا. في المركز ال 15 بقى هنحط فولم، فريق يعني انا حاسس ان هو مستقر نوعا ما. صفقه سميث رو، انا شايف كنت ممكن اقول لولا ان هم جابوا سميث رو ان هم هينافسوا على الهبوط، ولكن ان هم جابوا سميث رو صفقه كويسه. اهم حاجه بس ما يتصابش، وعندهم منيز متالق بشكل كبير. اداما تراوري انا ما بحبوش بس ليه ماتشاته للامانه. ايوبي عنده خبرات، بس عموما الفرقه ما تحمسنيش قوي ان انا اراها ان هم يخلصوا مثلا
مثلا فوق المركز ال 12، فانا قلت 15 حلو قوي عليه. فالمركز ال 14 بقى هنقول وولفرهامبتون او وولفز. بصراحه ممكن احطهم اقل من كده، ان هو فكره ان هو باع بيدرو نيتو، بس هو وولفز مؤخرا في البريمير ليج عارف ان هو دايما يامن نفسه، يعني حتى لو في سنه من السنين بينافس على الهبوط بس ما بيهبطش. ففكره ان هو دايما يبقى ما بين ال 17 لل 12 دي شيء مضمون عاده في وولفز، الا لو فاجئنا السنه دي بقى وهبط فعلا. بس انا بصراحه لو هتوقع يعني اقول ان هو هيخلص في المركز ال 14. في المركز ال 13 بقى هو نوتنغهام فورست. انا حاسس ان ده مركز اعلى شويه من المتوقع منهم، ولكن مع نونو سانتوس هو مدرب خبره في البريمير ليج، بيعرف يدافع بشكل كبير، هيعرف يخرجهم من الماتشات وهم بيكسبوا 1-0 بيتعادلوا 0-0، هيعرف يلم النقط الكافيه اللي تخليه يخلص في مركز اعلى نوعا ما. في نفس الوقت عندهم لعيبه كتير كويسه، هودسون اودوي فانش الموسم اللي فات بفورمه كويسه، نفس الكلام على إيلانجا، جيبز واي، كريس وود، كل دي لعيبه قادرين ان هم يتالقوا مع الراجل السنه دي ويعملوا حاجه كويسه. اعتقد مركز 13 بالفرقه دي هيبقى شيء ممتاز. في المركز ال 12 بقى هنقول برايتون. للامانه انا كنت حاطط برايتون في اول البري سيزون في مكانه اعلى من كده، لان انا كنت متحمس للمدرب الجديد اللي جاي لهم ده، ولكن بعد ما هديت وقعدت افكر شويه مع نفسي حسيت ان انا ما اعرفش حاجه عن الراجل خالص. انا ممكن اكون متحمس له او منحاز له واتمنى فعلا انه ينجح، واتمنى ان هو يخلص فوق المركز ال 12 بسبب ان هو صغير في السن، بسبب ان انا حابب اشوف شباب اكتر في عالم كره القدم. بس هل انا عندي اي اماره؟ لا. اللي هيفرق معاهم بشكل كبير لو شفتهم فعلا بيتحسنوا دفاعيا عن ايام ديزيربي، والمدرب ده متوقع ان هو دايما ارقامه الدفاعيه كويسه في كل الفرق اللي مسكها. بس على العموم يعني اعتقد مركز 12 كده تمام، يعني برده مش هيقلوا عن كده، لان السيستم برده اتغير، المدرب اتغير، طريقه اللعب اتغيرت، فمش هيبقوا اقل من كده. بس في نفس الوقت اعتقد برده هيبقى صعب ان هم يكونوا اعلى من كده. في المركز ال 11 بقى كريستال بالاس. ناس كتير قوي متحمسه للبروجكت بتاع كريستال بالاس، المدرب بتاعهم مدرب كويس جدا، مدرب متالق، كسب اليوروبا ليج من سنتين مع فرانكفورت، مدرب كويس جدا، عمل معاهم نص موسم السنه اللي فاتت، نص موسم محترم جدا جدا جدا، ولكن خسروا اوليسي. دلوقتي في ناس كتير بتتكلم ان هم هيخسروا جويهي، هيروح نيوكاسل. بصراحه عشان الصفقتين دول، وعشان كمان في كلام ان ايزي ممكن يمشي، فلغايه اخر الترانسفير ويندو او حتى في يناير هتلاقي ناس كتير بتتكلم على ايزي. حاسس ان الفريق رغم ان هو عنده قدرات ان هو ينافس على الكونفرنس ليج السنه اللي جايه او يخلص سابع، بس انا شايف ان لا، مش هيحصل الكلام ده، وهيبقوا اقل شويه من التوقعات ويخلصوا في المركز ال 11. وخصوصا كمان فرق التوب 10 السنه دي اللي انا حاططها فرق تقيله، فرق كلها عندها بروجكتس، فحاسس المنافسه هتبقى جامده شويه. في المركز العاشر بقى هنحط معانا ايفرتون. اللي بيخليني احط ايفرتون في مركز عالي زي ده ان الدنيا مستقره بشكل كبير جدا مع شون دايش، وشون دايش من المدربين اللي بيعرف يجيب نقط في البريمير ليج. تقول لي يا عمر ايوه لو بيعرف يجيب نقط في البريمير ليج فده كفايه مثلا يخلص 14 13، بس ليه العاشر؟ اقول لك لان ايفرتون لو معاهم مدرب كويس نوعا ما، هو برده فريق كبير، هو برده فريق عنده اسم، هو برده فريق ملعبه رخم جدا، فدي برده عوامل تانية بتساعد دايما ايفرتون ان هو يتالق في البريمير ليج، بشرط ان هو يكون عنده لعيبه كويسه ومدرب كويس. فشايف مركز عاشر هيبقى مركز كويس بالنسبه له. في المركز التاسع بقى هو استون فيلا. السنه اللي فاتت خلص رابع، دلوقتي بيقول ان هو هيخلص تاسع، دروب كبير طبعا. بس بالنسبه لي السبب الابرز في الحكايه دي ان هم لغايه دلوقتي ما عوضوش غياب ديابي. كانوا بيقولوا ان هم هيجيبوا خواو فيليكس، وفعلا ممكن الكلام ده يحصل بعد نزول الحلقه دي، بالذات لو تشيلسي ما جابوش فعلا، لان اتلتيكو مدريد كده كده عايز يبيع لعيبه عشان يغطي الفلوس اللي هو دفعها في الفاريز. فلو تشيلسي ما خدش خواو فيليكس ممكن اتلتيكو مدريد يقلل سعره شويه، فاستون فيلا ينط ويروح يجيبه. بس حتى الان مفيش كلام خالص على وينج شمال جاي النادي. وفي نفس الوقت برضو السبب الاكبر بقى بالنسبه لي فكره ان هم موجودين في الشامبيونز ليج. شفنا السنه اللي فاتت نيوكاسل لما كان موجود في الشامبيونز ليج ده ازاي اثر على الفريق، حتى مش بس الفتره اللي هم كانوا فيها في الشامبيونز ليج، لا بعديها اللعيبه كانت ارهقت، اللعيبه كانت اتصابت، مفيش سكواد دبث كبير. فدي كلها حاجات مخلياني عندي احساس ان مركز 9 لاستون فيلا وهيقلوا شويه السنه دي. في المركز الثامن بقى، وانا شايف ان دي اكبر مفاجاه انا بقولها في حلقه النهارده، هو ويست هام. البروجكت بتاع ويست هام مع لوبيتيجي بروجكت محترم، جايبين لعيبه كتير، لعيبه كويسه، بس انا شايف ابرزهم هو فولكروج السترايكر الجديد بتاعهم اللي جاي من دورتموند. يا جماعه فولكروج ده متفصل على ويست هام اولا، ومتفصل على البريمير ليج ثانيا. انا بالنسبه لي فولكروج ده، وهنا ممكن نرجع لها في اخر السيزون، لو ما خلصش الموسم ب 12 13 جون على الاقل تبقى مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي، لان هو لعيب يصلح جدا جدا للمنظومه، ولعيب يصلح جدا 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 للبريمير ليج. فاعتقد بالنسبه لي شايفهم ان هم هيكونوا مفاجاه الموسم ويخلصوا في مركز ثامن، هيخلصوا فوق فرق زي ايفرتون، زي كريستال بالاس، زي استون فيلا، فرق برضو عندها بروجكت محترم هي كمان، بس مجرد احساس. في المركز السابع بقى هنقول نيوكاسل. عندي احساس بعد ما هم يخلصوا سابع ايدي هاو هيمشي من النادي. ما اعتقدش ان هو هيمشي في نص الموسم، بس اعتقد السنه اللي جايه دي ممكن تبقى اخر موسم ليه، رغم ان هم هيجيبوا جويهي ودي صفقه ممتازه ليهم، لان هم محتاجين سنتر باكس كويسين، وجويهي مش من اللعيبه اللي بتتصاب كتير على حد ذاكرتي يعني. وبقيه الفرقه عندهم فرقه محترمه جدا. يمكن ناحيه الرايت وينج دي عايزين نشوف هيعملوا فيها ايه، لان هم بيقولوا ان هم هيروحوا يجيبوا مادويكي من تشيلسي، وتشيلسي ما عندوش مانع، بس حتى الان ما عنديش معلومه قوي في الموضوع ده، فمش عايز افتي. فهو نيوكاسل عنده فرقه ممتازه بكل
بكل سهوله يقدر ان هو يدخل توب 6 وتوب 4 كمان، لكن احساسي الشخصي ان هم مش هيعملوا موسم سيء، بس في نفس الوقت هيخلصوا سابع، فده هيبقى تحت التوقعات شويه. فادي هاو ده هيبقى اخر موسم ليه مع النادي. في المركز السادس بقى هقول فرقتي تشيلسي. بصوا تشيلسي احيانا بيحسسني ان احنا ممكن نفسي على التوب 4، واحيانا بقول يا رب نخلص مركز سادس اساسا. مش عارف اتوقع شكل الفريق هيبقى عامل ازاي السنه اللي جايه، وخصوصا ان هو مدرب جديد. مهما كنت اتفرجت عليه في بري سيزون، مهما كنت شفت تحليلات ليه، برضه مش قادر اتوقع مليون في المية. ولكن عندي احساس بكواليتي اللعيبه اللي موجوده. في لعيبه كتير بقى عندها اكسبيرينس اكبر في البريمير ليج، زي انزو، زي كايسيدو، زي ديساسي، زي سانشيز، زي بالمر طبعا، زي نيكولاس جاكسون. لعيبه كتير في القوام الاساسي عندها خبرات بشكل اكبر. نكونكو لو ما اتصابش كتير، بيدرو نيتو لو تالق على طول وبرضه هو كمان ما اتصابش كتير، كوكوريلا جاي من اليورو وهو اسهمه طلعت للسما خلاص، فناس كتير جدا شايفه ان هو لا ده ليفت باك محترم، فهترجع له الثقه تاني في نفسه. فكل الحاجات دي مخلياني اقول ان لا تشيلسي هيقدم موسم كويس. وفي نفس الوقت العبث بتاع الاداره، وفكره ان احنا مش عارفين بنجيب لعيبه مين، ومش عارفين المدرب فعلا موثوق فيه ولا لا، وفكره ان هو مدرب جديد، كل الحاجات دي برضو مقلقاني. فقلت مركز سادس يبقى افريج حلو. للامانه مش هستغرب خالص لو فرق زي نيوكاسل مثلا او حتى ويست هام خلصوا فوقينا واحنا نخلص في المركز الثامن، بس اتمنى ده ما يحصلش. ومركز سادس السنه اللي جايه اهل اليوروبا ليج هيبقى حاجه ممتازه. في المركز الخامس بقى هنقول مانشستر يونايتد، رغم ان انا حاسس ان الموضوع ده هيبقى بصعوبه جدا لان مانشستر يونايتد هينافس بشكل كبير على التوب 4. بس تاني ارجع واقول لك مانشستر يونايتد هيقدم موسم كويس، ولكن مش موسم كويس كفايه يخلي الاداره تستمر مع تنهاج. انا شخصيا بتوقع ان تنهاج على اخر الموسم اللي جاي هيمشي، مش هتم اقالته في نص الموسم، نفس الكلام اللي قلته على ادي هاو. بس مانشستر يونايتد هيخلص في المركز الخامس، محاربه كبيره جدا على التوب 4. ولكن فرق التوب 4 اللي انا هذكرها كمان شويه فرق تقيله، فرق انا شايف ان هم احسن نوعا ما، اجهز نوعا ما، فمش هيتاهلوا للتوب 4. نروح بقى لفرق التوب 4. التوب 4 يا معلم، في المركز الرابع هقول ليفربول. انا مش عارف، بصوا على حسب احنا شفناه في بري سيزون، على كواليتي اللعيبه اللي موجود يقدروا ينافسوا على الدوري، مش بس التوب 4. بس هل فعلا كلوب مشيانه من النادي مش هيأثر خالص؟ انا اشك. حتى لو ما بانش في الاول، ممكن تبان في ماتشات كبيره، ممكن تبان لو خسرت ماتشين ورا بعض. الفرقه هتتهز ولا الفرقه هتمسك نفسها؟ انا بقول ان النادي لازم يكون عنده منطقيه نوعا ما، حتى لو عملوا بري سيزون محترم جدا. بس فكره ان هم حتى ما جابوش في وقت تصوير الحلقه دي، ما جابوش اي صفقات خالص. لازم الاداره تبقى حاطه التارجت بتاعها مش المنافسه على الدوري، التارجت بتاعها ان هي تخلص في التوب 4، وفي الشامبيونز ليج تكمل على قد ما تقدر، توصل بقى كوارتر فاينل، سيمي فاينل. دي بطولات كاس، ممكن تعمل مفاجاه وتكسب الشامبيونز ليج. يا سيدي عايز تحلم في الشامبيونز ليج احلم، بس في الدوري في 38 جوله محتاج كونسيستنسي بشكل كبير، ما تحلمش زياده عن اللزوم، خصوصا ان انت عندك فرق تانية بتنافس على الدوري يعني عندها استقرار بشكل اكبر. ايوه لو انت يعني واخد بالك، ده معناه ان في المركز الثالث حاطين توتنهام. انا بتوقع موسم خيالي مع اللي توتنهام السنه دي. انا متوقع فكره صفقه سولانكي. عارف ناس كتير منكم في الكومنتات بتقول لي اعمل حلقه على سولانكي، مش حاسس ان احنا محتاجين حلقه كامله على سولانكي، مش للدرجه دي، بس لعيب سترايكر مهم جدا، محطه هيساعد سون، ماديسون، بن جونسون، كولوسفسكي لو بيلعب، كل الناس دي تتالق بشكل كبير. وهو كمان سترايكر كويس، هتجيله فرص هيجيبها جوان. خايف بس من الضغط اللي ممكن يتحط عليه لان هو اول سترايكر يجي النادي بعد ما هاري كين مشي. بس برضه توتنهام السنه اللي فاتت عاش موسم كارثي مع ريتشاردسون، فحاسس برضه ان هو مش هيدققوا قوي يعني. ولكن ده توقعي يعني. ممكن اقول لك ان اكبر مفاجاتين حتى الان قلتهم لك ويست هام وتوتنهام، فخلينا نشوف. بس انا متفائل موسم توتنهام السنه دي. في المركز الثاني والمركز الاول، وهقولهم لك على طول عشان لو قلت لك المركز الثاني كده هتعرف الفائز بالدوري على طول. انا بتوقع يا جماعه ان ارسنال هيكسب الدوري ومانشستر سيتي هيكون في المركز الثاني. مش عارف ده توقع ولا دي امنيه، لان انا بجد مش قادر اشوف مانشستر سيتي بيكسب الدوري للسنه الخامسه على التوالي. ولو في فريق انا شايف الاجهز ان هو ينافس السيتي وان هو ياخد منه اللقب فهو ارسنال. وللامانه عشان برضو ابقى صريح معاكم يعني، صعبانين عليا. انا حاسس الجيل ده بتاع ارسنال وارتيتا يستحقوا دوري على الاقل. فلو مش مكتوب لهم دوري، الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني انبسط لهم برضو لو كسبوا مثلا تشامبيونز ليج. بس الفريق ده محتاج انجاز كبير. ارسنال لعبته زي ما قلت لك على لعيبه تشيلسي، بس طبعا اكبر بكتير جدا. لعبته ناس كتير منهم بقى عندهم خبرات في البريمير ليج، سنتين ورا بعض بينافسوا على البريمير ليج ولكن ما بيكسبوهوش بتفاصيل صغيره قوي. السنه دي بقى اعتقد ان هم خدوا الخبرات دي، هيقدروا ان هم يستفيدوا منها بشكل كبير ويكسبوا فعلا الدوري. طيب ده كان ترتيبي للدوري. تعالوا بقى نروح لكام حاجه كده عايزين نتوقعها. اول حاجه مدرب الموسم. اعتقد لو ارتيتا فعلا قدر ان هو يكسب الدوري فهو هيبقى مدرب الموسم بكل تاكيد. هداف الدوري يعني كان نفسي اقول لك حاجه فيها لعبكه يعني ولا حاجه صعبه شويه، بس هو اعتقد ايرلينج هالاند. اكتر لاعب هيجيب اسيستات انا ما بين دي بروين وصلاح، برضو حاجه بيسك قوي، ولكن انا ميال لصلاح. انا حاسس ان صلاح السنه دي هيجيب اسيستات كتير، وهو اساسا بيصنع فرص بالهبل لفرقته. دي بروين خايف شويه من الاصابات، خايف شويه ان هو في السنتين اللي فاتوا دول مش كونسيستنت بشكل كبير. لما بيلعب بكونسيستنت، بس انا قصدي ان هو بيتصاب احيانا كتير. فهقول صلاح عشان الكونسيستنسي بشكل اكبر. اما عن لاعب الموسم فتوقعاتي الشخصيه، طالما ارسنال هيكسب الدوري فلاعب الموسم هيكون في ارسنال، وهقول ان هو هيكون الكابتن بتاعهم اوديجارد. انا
بحب اوديجارد جدا يا جماعه، فهبقى مبسوط لو فعلا شفته بيكسب الجائزه دي. ما تنسوش بقى تقولوا لي توقعاتكم لترتيب الدوري، بالذات التوب 4 مثلا او التوب 6 عموما، وتقولوا لي برده توقعاتكم هداف الدوري، اكتر واحد يجيب اسيستات، احسن لاعب في الموسم، كل الكلام ده. وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للحلقه. اشوفكم الفيديو اللي جاي، يلا سلام.